عندك حلم انك تأسس شركة او بيزنس خاص بيك ومش عارف تبدأ منين؟ في الفيديو ده هقولك ازاي تستعد ماليا وتعمل ايه علشان تأسس شركتك صح. اول نقطة لازم تدرس السوق كويس علشان تعرف محتاج فلوس قد ايه وهتقدر تحقق ارباح امتى. تاني نقطة ضروري تعمل ميزانية فيها المصاريف بالتفصيل وده علشان تعرف محتاج راس مال قد ايه. واخر نقطة خليك مستعد لأي مفاجأة وحاول توفر جزء من راس المال قبل ما تبدأ شركتك. وقبل ما تبدأ اي مشروع لازم تستشير مختصين في المحاسبة وفي القانون وده علشان تتأكد انك ماشي في الطريق الصح. بس قبل كل ده لازم يكون عندك شوية خطوات زي دي. رقم 1 فكرة جديدة او تحسين فكرة كانت موجودة، يعني ممكن تقدم خدمة او منتج مميز. رقم 2 ضروري تشوف السوق اللي هتشتغل فيه، عملائك المستهدفين، مين المنافسين بتوعك. رقم 3 تعمل خطة توضح فيها اهدافك ورؤيتك واستراتيجيتك ويا ريت يكون فيها تحليل لمصاريفك وخطة التسويق. 4 لازم تقرر هتبدأ لوحدك ولا هتشوف شركاء معاك. وفي انواع من الشركات زي مثلا شركات الاموال ودي هدفها ان يكون في راس مال كبير، وفي شركات الاشخاص تقدر تعملها انت واصحابك او حتى انت لوحدك. كل نوع ليه مزايا وعيوب من ناحيه المسؤوليات والضرائب. رقم 5 سجل وخد التراخيص والتصاريح اللي محتاجها لشركتك. رقم 6 حدد المبلغ اللي انت محتاجه وشوف هتجيبه منين، ممكن تستخدم مدخراتك او قروض او تجيب مستثمرين. رقم 7 افتح حساب منفصل عن حسابك الشخصي وده علشان تسهل اداره الفلوس وتراقب مصاريفك وايراداتك. واخر حاجه بقى اختار اسم مميز واعمل ويب سايت للشركه واهتم بحساباتك على السوشيال ميديا والاعلانات عليها. يلا شير الفيديو ده علشان غيرك يستفيد.